هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟ هل في الوجود كنعمة القرآن هو روضة تزداد في الوجدان؟ وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، وطبتم وطاب سعيكم ومشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى علي في الجنة. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم المبارك عظيم النفع الذي يستفاد منه المسلم خير استفادة، يستطيع أن يتدبر كتاب الله عز وجل، يستطيع أن يقرأ كلام الله عز وجل بفهم، يستطيع أن يستنبط الأحكام التي أرادها الله عز وجل من هذه الآيات المباركة. فهذا الكتاب يحتوي على أعظم العلوم، لأن صاحبه كان موسوعة رحمه الله عز وجل، وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عز وجل. وهذا الكتاب العظيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. ونحن اليوم مع مقدمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل، يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان من أحسن التفاسير، حيث كان له ميزات كثيرة. وسيبدأ الشيخ رحمه الله عز وجل في سرد هذه المزايا، ربما قد تكلمنا عنها في اللقاء الفائت، ولكن انظر إلى كلام أهل العلم على هذا الكتاب العظيم المبارك. يقول الشيخ رحمه الله: منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. فالشيخ يعني يعطينا نبذة عن هذا الكتاب أنه كتاب سهل واضح، العالم يفهم هذا الكتاب إذا قرأه، كذلك من دون العالم إذا أراد أن يقرأ في هذا الكتاب فإنه يفهم معانيه لسهولة معانيه ووضوحها التي بنى الشيخ رحمه الله عز وجل هذا الكتاب عليه. لم يأتي بألفاظ صعبة ولا بقصص واهية، وإنما أتى بمعلومة توضح معنى الآية وتبين مراد الله عز وجل بلا تعقيد ولا تطويل ولا تغيير ولا تبديل، وإنما كان واضحا رحمه الله عز وجل في تفسيره، يأتي بالمعنى الذي يفهمه العالم ويفهمه ما دون العالم رحمه الله عز وجل. قال: ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ وتبلبل أفكاره. إذا قرأت مثلا في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله عز وجل، تجد الشيخ رحمه الله عز وجل
يعني يأخذك في بحور عميقة. ربما إذا وصلت إلى منتصف تفسير الآية قد نسيت أولها وتنسى أين أنت وفي أي مكان أصبحت فيه. وأما تفسير السعدي رحمه الله عز وجل فهو تفسير واضح، تفسير يعني أسهل طريق إلى معرفة معنى الآية تجده في تفسير السعدي رحمه الله عز وجل. ثم يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل قال: ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويا تدعو الحاجة إلى ذكره، وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد. هذا من فضل هذا الكتاب أنه لم يتعرض للخلافات، وهذا رأي الشيخ كذا وهذا رأي الشيخ كذا وهذا ما يراه الشيخ كذا، وإنما الشيخ يأتي بالرأي الراجح الذي عليه أهل السنة، الذي يميل إليه قلوب أهل السنة، الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا الشيخ رحمه الله عز وجل يسهل لك حتى الفكر والرأي، فجعل كتابه رأيا واحدا ولم يذكر خلافا إلا في الأمور التي تحتاج إلى ذكر هذا الخلاف، وإنما غير ذلك لا يتعرض إلى خلافات العلماء، وإنما أقرب طريق إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم تجده في كتاب السعدي رحمه الله عز وجل. قال: ومنها ومن أعظمها ومما فضل به هذا الكتاب أنه يقول الشيخ رحمه الله عز وجل: ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات، فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في تقرير العقيدة رحمه الله عز وجل. وهذا من أعظم ميزات هذا الكتاب، أنك تجد عالم يفسر لك كلام الله على مراد رسول الله وفهم أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مدخل للعقل استقلالا، وإنما قد جعل الله عز وجل لعقل الإنسان منطقة لا يتجاوزها هذا العقل، لأن الله عز وجل أودع في الإنسان العقل لأنه محل التكليف هذا العقل. ولكن إذا أراد العبد أن يجعل هذا العقل حاكما على أفعاله، حاكما على عبادته، ما رآه حسنا هذا العقل استحسنه صاحبه، وما رآه قبيحا استقبحه، وما رآه يوافق هواه أخذه، وما رأى هذا العقل هذا النقل يخالف هواه يقوم بإبطاله. هذا أمر عظيم. اعلم رحمك الله أن أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة، تبنى على 3 أصول لا رابع لها. الأصل الأول هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهما العصمة من كل ضلال، وفيهما العصمة من كل غي وكل بعد عن مراد الله تبارك وتعالى. كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فالكتاب والسنة هذان أول أصل تبنى عليه عقيدة أهل السنة والجماعة الصحيحة. ثم الأصل الثاني الذي تبنى العقيدة عليه
وهو فهم السلف الصالح، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أبر هذه الأمة وأعظمها، وقد اختارهم الله عز وجل ليكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هم الذين شاهدوا وعاينوا التنزيل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينفذ أوامر الله عز وجل، وهو يمتثل لأوامر الله عز وجل. فهذا الفهم هو أعظم فهم، هو الفهم الصحيح الذي يؤدي بك إلى النجاة وإلى الفهم الصحيح وإلى أخذ العقيدة من أصولها قبل أن ينحرف الناس، وقبل أن يبتدع الناس في دين الله عز وجل، وقبل أن يأتي أهل الزيغ والضلال في هذه الأمة. فالأصل الثاني من الأصول التي تبنى عليها العقيدة هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فهموا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف فهموا قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، كيف فهموا قول الله عز وجل وجاء ربك، كيف فهموا قول الله عز وجل أن لما جاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه مكتوب عندنا في التوراة أن الله عز وجل قد جعل السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والثرى على إصبع، وغير ذلك من هذه الأمور. كيف فهموا الصفات فأثبتوا لله عز وجل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له أعرف الخلق به نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن هذا التفسير العظيم، يقول ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات، فلا تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه، فهو عمدة في تقرير العقيدة. وبمشيئة الله عز وجل عندما نأتي إلى هذه الآيات وهذه الصفات وهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا الباب الواسع العظيم الذي ضل فيه كثير من الناس، ستعرف بمشيئة الله عز وجل عندما نأتي إلى هذه النقطة العظيمة ستعرف كيف كان فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم، وهذا يظهر جليا في بعض الآيات كآية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط 50 حكما، وكما في قصة داود وسليمان في سورة صاد. فالشيخ رحمه الله عز وجل كان عمدة وكان عالم في الاستنباطات، يستنبط من آية واحدة 50 حكما، وذلك إن دل إنما يدل على سعة أفقه وكثرة علمه ووفير فهمه رحمه الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله عز وجل ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق، فإذا جاء موضع فيه يحث على التربية الصحيحة الإسلامية على منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين الشيخ ويربي الشيخ أفراد هذه الأمة على المنهج الصحيح وعلى الأخلاق الفاضلة رحمه الله عز وجل. ويقول الشيخ رحمه الله ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة، كما يتبين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم. إي والله إنه تفسير قيم ستتعلم منه
أعظم العلوم، ستتعلم منه أصول الفقه وقواعد الفقه والقواعد الفقهية، ستتعلم منها العلوم على أصولها، لأن الشيخ رحمه الله عز وجل كان أصوليا رحمه الله عز وجل، فقد ألف منظومة في القواعد الفقهية رحمه الله عز وجل. قال: ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير ألا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم. ثم دعا الشيخ فقال: وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه، إنه كريم جواد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم. كتبه محمد الصالح العثيمين رحمه الله عز وجل. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى مقدمة المحقق، ولن نذكرها كلها وإنما نذكر أول شيء فيها. يقول المحقق عبد الرحمن بن معلى هذه المقدمة وهو محقق هذا الكتاب، يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول: فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظمى، لأنه سبيل الهداية وطريق السلامة من الضلال والغواية. انظر أيها المسلم حتى تعرف فضل كتاب الله عز وجل، فإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر البشر. والقرآن العظيم من تمسك به علا في الدنيا، كما قال عمر رضي الله عنه لما أراد أن يستولي يوما، أن يجعل مولا يوما على بعض الناس في بعض المدن، فولى عليهم أحدهم وكان مولى، فقال له عمر: وليت عليهم مولى؟ فقال له: يا عمر إنه حافظ لكتاب الله عز وجل. فقال عمر: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. كتاب الله عز وجل من أخذه أخذ بحظ وافر، من حكم به عدل، فهو فيه الأحكام العادلة، حكم الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى. كتاب الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن مثل الحي والميت. القرآن من تمسك به فهو من أعظم الخلق وأفضل الخلق وأعلى الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. تصور أيها المسلم أن صاحب القرآن من أهل الله عز وجل وخاصته سبحانه وتعالى. القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها حلو وريحها حلو، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها حلو ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها حلو وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. انظر إلى القرآن، فضل المؤمن القارئ القرآن على المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، وفضل الفاجر الذي يقرأ القرآن على الفاجر الذي لا يقرأ القرآن. فالقرآن من أخذ به رفعه الله عز وجل. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما
ويضع به آخرين. من تمسك بكتاب الله، ما من أمة أخذت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلا رفعها الله عز وجل. القرآن من قرأ فيه حرفا واحدا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. تصور أيها المسلم وتخيل معي يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تجثو كل أمة على ركبها من هول هذا اليوم، يوم تقول فيه الأنبياء أجمعون نفسي نفسي. إن الله عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. تخيل إبراهيم خليل الله يقول للناس أجمعين نفسي نفسي، وقبله نوح عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء يقول نفسي نفسي، وآدم أبو البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه يقول نفسي نفسي. فيأتي صاحب القرآن وقد وقف القرآن بينه وبين الله عز وجل فيقول شفعني فيه. يقول القرآن شفعني فيه. فالقرآن كلام الله عز وجل، نزل من الله صوتا وحرفا من الله عز وجل. تخيل هذه الحروف من الله، هذا الصوت من الله سبحانه وتعالى، نزل به أعظم الملائكة قدرا وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان معجزة باقية من أعظم المعجزات منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي القرآن. تحدى الله بها أفصح الناس وأبلغ الناس أن يأتوا بصورة، أن يأتوا ب10 آيات، أن يأتوا بآية، أن يأتوا بصورة. أصغر سور القرآن 3 آيات، عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأنه كلام خالق البشر وخالق كلامهم وخالق فصاحتهم وخالق بلاغتهم سبحانه وتعالى. هو الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، هو الذي خلق هذا العقل الذي يدبر ويفكر. الله عز وجل هو الذي خلق هذا القلب الذي يعي الأمور ويرتب الأمور ويفكر. الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، فأتى بكتاب عجز الأولون والآخرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. يقول الشيخ: فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة منة عظمى، لأنه سبيل الهداية. قال الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وطريق السلامة من الضلال والغواية، لأن القرآن فيه مراد الله عز وجل من خلقه. الله عز وجل خلقك للعبادة، فأوضح الله لك فوضع الله لك في كتابه ما يدل على ما يحبه الله ويرضاه من الأحكام الشرعية التكليفية العلمية والعملية، كلها في كتاب الله عز وجل. ثم جعل السنة مبينة للقرآن، فحفظ الله المبين والمبين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
من اتبع هذا القرآن لا يضل ولا يشقى، وإنما من أخذ بكتاب الله عز وجل أصبح وتملك الإيمان والرشاد، وأصبح من المتقين الذين قد أنار الله عز وجل قلوبهم بنور الإيمان بهداية القرآن. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الله عز وجل هو الهادي سبحانه وتعالى، وهو الموفق سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن تنذل بين يدي الله، لأنك تعلم أن الهادي هو الله والموفق هو الله، والقلوب بين إصبعي الرحمن يقلبها كيفما شاء سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اعلموا أيها الناس يا من تبحثون عن السعادة في المال وفي الولد وفي الدور وفي الجاه وفي السلطان وفي التجارة وفي الربح وفي النساء، السعادة ليست في ذلك كله. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام، ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. اعلم أيها المسلم هذا جيدا حتى تضع يدك على ما ينفعك بين يدي الله عز وجل. الدنيا فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الدنيا لا قيمة لها ولا ميزان لها، لا تزن عند الله جناح بعوضة. هذه الدنيا التي يقتل الأخ أخاه ويأخذ الأخ حق أخته ويظلم ويبغي في الأرض ويسعى في الأرض فسادا من أجل الدنيا التي لا قيمة لها. لو أن الكافر الضال المضل جاء بملء الأرض ذهبا ليفتدي يوم القيامة من عذاب الله عز وجل ما تقبل منه، لأن ذلك كله لا قيمة له. ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. حسن المآب أن تأتي إلى الله عز وجل وقد أخذت بكتابه واتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم، وسرت في الدنيا حيث صار الرسول صلى الله عليه وسلم، بذلك تنجو بين يدي الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك في البعد عن كتاب الله وذكر الله وفعل ما أراد الله عز وجل. وإن امتلكت الدنيا كلها في يدك فإنك تكون في الضنك ما دمت بعيدا عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا، وانصرنا يا ربنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.